السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة موزي موري كروشيه. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنشتغل مع بعض شنطة بناتي جميلة جدا بطريقة سهلة جدا وبسيطة. أتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهاردة يعجبكم تستفادوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير واكتبوا لي في التعليقات رأيكم إيه في الشنطة وبتشاهدوني من أي بلد. ولو لسه أول مرة بتشوفوني وحابين تتابعوني يسعدني اشتراككم في القناة، فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بأي فيديو جديد أنا بعمله. ويلا بينا على طول نروح على الشرح ونشوف هنشتغل ازاي. انا هشتغل بخيط مكرمية مصري متوسط السمك وابرة رقم 5 مليمتر. تقدروا تشتغلوا باي نوع خيط يكون مناسب مع الابرة المناسبة ليه، وتشتغلوا بنفس الطريقة اللي انا هشتغل بيها معاكم النهاردة. وتقدروا كمان تتحكموا في المقاسات، تكبروا او تصغروا حسب المقاسات اللي انتوا عايزينها. هبدأ بسم الله. بسيب حوالي 20 سنتي في بداية الخيط وبعمل عقدة البداية، وهشتغل 24 سلسلة وهنشوف مقاسهم كام سنتي. مقاسهم 20 سنتي بالظبط. برتفع سلسلة كمان وبحسبها ارتفاع لغرز الحشو اللي انا هشتغلها، وبسيبها وبرجع على 24 سلسلة وبشتغل 24 غرزة حشو. اول سطر هشتغله في حلقة ظهر السلسلة في الحلقة اللي ورا، بسيب حرف الفي وبقلب السلسلة وبشتغل السطر الاول في الحلقة اللي ورا. معايا لفة على الابرة، بفوت اخر سلسلة اللي هي الارتفاع وبدخل في اللي قبلها، بسحب الخيط بقى معايا لفتين على الابرة، بسحب وبطلع من اللفتين. دي طريقة غرزة الحشو. بعد كده بكرر على كل السلاسل، كل سلسلة بشتغل فيها غرزة واحدة لحد ما اوصل عند خيط البداية. وصلت اخر سلسلة عند خيط البداية. عايزة انضف خيط البداية معايا اول باول، بدخل في السلسلة الاخيرة وبسحب الخيط بقى معايا لفتين على الابرة. قبل ما اقفل غرزة الحشو الاخيرة بعدي طرف الخيط ناحية الخلف وبقفل عليه غرزة الحشو. كده انا اشتغلت اول سطر 24 غرزة حشو. هبدأ اشتغل السطر التاني، برتفع سلسلة. قبل ما ارتفع السلسلة بعدي طرف الخيط ناحية الامام وبقفل عليه سلسلة الارتفاع بتاعة السطر التاني، وبلف الشغل وبشتغل في كل غرزة غرزة واحدة، وباخد معايا طرف الخيط بتاع البداية. هشتغل السطر التاني في الحلقة الخلفية لغرزة الحشو، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في اول غرزة في منتصف حرف الفي تحت اللفة الخلفية، ومعايا طرف الخيط بتاع البداية وبسحب الخيط وبشتغل اول غرزة حشو. عندي غرزة الحشو حرف الفي زي ما احنا عارفين. بسيب الأمامية اللي قدامي وبدخل في منتصف حرف الفي تحت اللفة الخلفية، تحت طرف واحد بس من الخيط، ومعايا طرف الخيط بتاع البداية وبسحب الخيط وبشتغل غرز حشو. كده انا اشتغلت السطر التاني 24 غرزة حشو في الحلقة الخلفية. هبدأ السطر التالت، برتفع سلسلة. نخلي بالنا هنشتغل السطر التالت ازاي. بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في الحلقة الخلفية لغرزة الحشو مع الحلقة اللي انا سبتها في السطر اللي قبل كده، الحلقة الأمامية تحت حلقتين، وبسحب الخيط وبشتغل غرزة حشو. دي طريقة الغرزة اللي احنا هنشتغل بيها الشنطة النهاردة. بدخل في الغرزة التانية في منتصف حرف الفي تحت اللفة الخلفية للسطر ده مع اللفة الأمامية اللي أنا سبتها في السطر اللي قبله،
اللفة دي كده، معايا لفتين اهم على الابرة، بسحب الخيط وبشتغل غرزة الحشو وبكرر على كل الغرز. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر السطر التالت. وصلت اخر السطر التالت هشتغل معاكم اخر غرزة، بدخل في الحلقة الاخيرة في السطر اللي فوق مع الحلقة المقابلة ليها في السطر اللي قبله تحت حلقتين، وبسحب الخيط وبشتغل اخر غرزة. كده انا اشتغلت 24 غرزة حشو بالطريقة اللي شفناها مع بعض. هكرر بنفس الطريقة، برتفع سلسلة وهبدأ السطر الرابع بشتغل برضو في كل غرزة غرزة واحدة، بفوت السلسلة الارتفاع وبدخل في اول غرزة في منتصف حرف الفي تحت اللفة الخلفية مع اللفة اللي تحت بتاعت السطر اللي قبله اللي هي اللفة الأمامية، وبسحب الخيط وبشتغل غرز الحشو. هكرر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر السطر، برتفع سلسلة وبلف الشغل وبشتغل بنفس الطريقة لحد ما اكملهم 10 سطور. هكمل لحد ما اوصل لاخر السطر العاشر وارجع لكم تاني. وصلت اخر السطر العاشر، بقى الشكل زي ما انتوا شايفين، ده شكل الغرزة، شكلها جميل جدا. كده انا اشتغلت 10 سطور من غرز الحشو على ال24 سلسلة اللي انا بدأت بيهم. هقول لكم مقاسهم كام سنتي. مقاس العرض 20 سنتي، ومقاس الارتفاع 7 سنتي. هعمل ايه بعد كده؟ هشتغل تناقص في سطر، والسطر اللي بعده هشتغله من غير تناقص، وهكرر لحد ما اوصل للسطر رقم 21. هنعمل التناقص ازاي؟ نخلي بالنا، برتفع سلسلة وبلف الشغل وبعمل تناقص في اول السطر وفي اخر السطر. في اول السطر بشتغل تناقص في غرزتين بشتغلهم غرزة واحدة، وفي اخر السطر بنفس الطريقة اخر غرزتين بشتغلهم غرزة واحدة. بسيب السلسلة الارتفاع وبدخل في الغرزة الاولى في منتصف حرف الفي تحت اللفة الخلفية مع اللفة اللي تحت في السطر اللي قبله، وبسحب الخيط، بقى معايا لفتين على الابرة. بدخل في الغرزة التانية في منتصف حرف الفي تحت اللفة الخلفية مع اللفة بتاعت الغرزة التانية في السطر اللي قبله تحت، وبسحب الخيط، بقى معايا 3 لفات على الابرة، بسحب وبطلع من ال3 لفات. كده انا ضميت اول غرزتين اشتغلتهم غرزة واحدة. بعد كده بشتغل في كل غرزة غرزة، هشتغل 20 غرزة في المنتصف لحد ما اوصل لاخر غرزتين في السطر. بعد ما اشتغلت 20 غرزة في المنتصف وصلت عند اخر غرزتين هشتغلهم غرزة واحدة. بدخل في الغرزة اللي قبل الاخيرة في منتصف حرف الفي تحت اللفة الخلفية مع اللفة بتاعة السطر اللي قبله اللي قبل الاخيرة برضو، وبسحب الخيط، بقى معايا لفتين. بدخل في الغرزة الاخيرة مع اللفة بتاعة السطر اللي تحت وبسحب الخيط، بقى معايا 3 لفات، بسحب وبطلع من ال3 لفات. كده انا اشتغلت 22 غرزة. عملت تناقص في اول السطر في غرزتين مع بعض اشتغلتهم غرزة واحدة، وفي اخر السطر اشتغلت غرزتين غرزة واحدة، وفي المنتصف اشتغلت 20 غرزة.
يبقى عدد الغرز 22 غرزة. برتفع سلسلة وهبدأ السطر رقم 12، بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة، مش هعمل تناقص. بسيب السلسلة الارتفاع وبدخل في أول غرزة، بسيب اللفة دي أول لفة ما بشتغلش فيها تحت، وبدخل في اللفة دي لأن أنا كنت عاملة تناقص في السطر اللي قبله. بسحب الخيط وبشتغل أول غرزة في السطر رقم 12. بعد كده بكرر لحد ما أوصل لآخر السطر. وصلت آخر غرزة، بدخل في آخر غرزة من فوق مع اللفة اللي قبل الأخيرة من تحت، وبسيب اللفة الأخيرة، بسحب الخيط وبشتغل غرزة حشو. كده أنا اشتغلت 22 غرزة. برتفع سلسلة وهبدأ السطر رقم 13 بعمل فيه تناقص بنفس الطريقة. بسيب السلسلة الارتفاع وبدخل في أول غرزة مع الغرزة الأولى تحت في السطر اللي قبله في أول حلقة، وبسحب الخيط بقى معايا لفتين، بدخل في الغرزة التانية مع اللفة المقابلة ليها تحت، بسحب الخيط بقى معايا 3 لفات، بسحب وبطلع من ال3 لفات. بعد كده بشتغل في كل غرزة غرزة في المنتصف لحد ما اوصل لاخر غرزتين، ونرجع نشتغلهم مع بعض. وصلت اخر غرزتين هعمل فيهم تناقص، بدخل في الغرزة اللي قبل الاخيرة تحت اللفتين، بسحب الخيط بقى معايا لفتين على الابرة، وبدخل في الغرزة الاخيرة برضو تحت اللفتين، وبسحب الخيط بقى معايا 3 لفات، بسحب الخيط من ال3 لفات. كده انا خلصت السطر رقم 13، اشتغلت 20 غرزة حشو. برتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ السطر رقم 14 بشتغله من غير تناقص في كل غرزة غرزة. نخلي بالنا، بسيب الارتفاع وبدخل في الغرزة الأولى، وبسيب الحلقة الأولى تحت عشان احنا عملنا تناقص في السطر اللي قبله، وبدخل في الحلقة التانية وبشتغل أول غرزة في السطر رقم 14، وبكمل على كل الغرز. هيبقى معايا نفس العدد 20 غرزة. بكمل في كل غرزة غرزة لحد ما اوصل لاخر السطر. برتفع سلسلة وهبدأ السطر رقم 15 هعمل فيه تناقص في اول السطر وفي اخر السطر بنفس الطريقة، والسطر رقم 16 هشتغله من غير تناقص، وهكرر سطر بشتغل فيه تناقص في اول السطر وفي اخر السطر، والسطر اللي بعده بشتغله من غير تناقص. هكمل لحد ما اوصل السطر رقم 21، وهيكون عدد الغرز معايا 12 غرزة. وصلت اخر السطر رقم 21. بعد السطر العاشر اشتغلت تناقص في سطر وسبت سطر لحد ما وصلت بعدد الغرز 12 غرزة في السطر الاخير. بقى الشكل كده. مقاس الارتفاع 12 سنتي. هقص الخيط وهنضف الخيط الزيادة. بعد كده بجيب طرف خيط جديد وببدأ من هنا كده، ده وش الشغل بتاعي. اول غرزة هنا في سلسلة البداية بسحب الخيط وبشتغل سلسلة. بعد كده هشتغل 5 غرز حشو، 1 2 3 4 5.
قصاد كل سطرين بشتغل غرزة في ال10 سطور اللي انا بدأت بيهم. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بعد كده بشتغل 6 غرز منزلقة، 1 2 3 4 5 6. قصاد كل سطرين بشتغل غرزة. بعد كده هشتغل 12 غرزة منزلقة على السطر الأخير. في الجنب التاني هشتغل بنفس الطريقة 6 غرز منزلقة وبعدهم 5 غرز حشو. وهنا في سلسلة البداية هشتغل غرزة منزلقة. كده انا خلصت الجزء الاول من الشنطة. هشتغل الجزء التاني بنفس الطريقة وبنفس الخطوات وارجع لكم تاني. انا كده اشتغلت الجزء التاني من الشنطة بنفس الطريقة وبنفس الخطوات زي ما اتفقنا، واشتغلت كمان القاعدة بتاعة الشنطة. ده الجزء الثالث. بدأت ب14 سلسلة زائد سلسلة ارتفاع، وارتفعت على ال14 سلسلة 13 سطر من غرز الحشو بنفس الطريقة، نفس طريقة الغرزة اللي اشتغلت بيها الجزئين الأول والتاني. هقول لكم مقاساتها كام سنتي. مقاس العرض 13 سنتي، ومقاس الارتفاع 8 سنتي. هنبدأ نشبك الأجزاء الثلاثة مع بعض عشان نكون الشنطة بتاعتنا. هشبك بإبرة التنظيف.
بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، تكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، وقولوا لي رأيكم في التعليقات. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بأي فيديو جديد انا بعمله. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.